حياكم الله مسهلا. الحين متجهين ان شاء الله الى اوروبا وضواحيها. الشخصيه الثانيه اللي راح تكون معي في السفره حاليا الريال ما ياني، الكرسي خالي، ابو سعيد مروح، ونسال الله السلامه والتوفيق. عواصف ثلجيه والله ان التحذير اليوم عاصفه على لندن، باكا تنزل على فرنسا وهي مروحه على اوروبا. الله يستر الله يستر الله يستر. اللي واحد يا ابو سعيد انت جاهز؟ انا جاهز قبعتي عندي، جاكيتي موجود ورا. اقول لك راح اطلع من المطار جاهز، اوصل بوسنا اخذ لي ان شاء الله جوتي الثلج عشان ما يغرق. خلاص تكرمون الجوتي الاولي كان عندي صراحه جلد كامل ممتاز ما يدخل الثلج نهائيا، كنت انزل استمتع في الثلج، اموري طيبه. هذا اللي عندي حاليا ما يصلح، وعندي واحد ثاني في الجيب ما يصلح، فراح اشتري واحد ان شاء الله جديد ونراويكم الجواتي او الحديه يلا يكرمكم الله كيف تكون مخصصه للثلج، بحيث انك ان شاء الله ما تزرق، بحيث ان الثلج ما يدخل بسهوله، لو ذاب يدخل عليك داخل الجوتي او عند الجراب. طبعا الجراب يا شباب لازم يكون صوف، انت اذا ساير في البرد لازم يكون صوف. هذا ثيرمال، وعندي ايضا ثيرمال اذا صار علي اشتد البرد راح البس ثيرمال ثاني. وانسى البرد، انسى البرد، لو ان شاء الله ماينس 30 انا اموري ان شاء الله طيبه 100%. لازم بس البس الثيرمال الرئيسي على هذا موضوع ان شاء الله خالص 100%. وفانا فالكم بالتوفيق يا اخواني، استمتعوا ان شاء الله باذن الله. الواحد الاحد تكون رحله ممتازه جدا. وبس تشريف اللي يدخل عندي الحساب والله من الصباح للحين من استمتع كل وانت في تمتع. يا حياكم الله مسهلا. طبعا بدينا نحن حاليا في اللونج، ولكن تونا مخلصين صلاه اللهم لك الحمد. طبعا فيرست كلاس اللونج مالهم. لولا خلينا ندخل ونراويكم اللانش. تبدا رحلتنا من اللانش هذه المره، راح تكون ان شاء الله رحله مميزه جدا مع الشخصيه اللي راح اراويكم اياها ان شاء الله بعد شوي، وتتعرفوا عليها اثناء السفر، وتعرف انا مسافر مع منو. الشخص هذا عنده رساله لكم، ان شاء الله توصل الرساله على اكمل وجه اثناء السفر. اتمنى انك تستفيد وتعلم وتتعلق وتمشي على القيم والعادات اللي نحن نمشي عليها. هذا اللونج جميل جدا تبارك الرحمن، في كل شيء، مكاننا محجوز جميل، شغل فاخر. بنقعد هني لين قبل الطيارة من الساعة ان شاء الله. يلا خلونا ناخذ عشانه ونقعد مع الشخصية اللي هي راح تكون مميزة اثناء السفرة باذن الله الواحد الاحد. طبعا اخوي عزوتي ابو محمد اكبر شخص في العائله. يا هلا يا ابو محمد. الله يحييك والله اني سعيد اول شيء في بدايه السفره انك تكون معي، وانا اكثر. الله ورسالتك ان شاء الله راح توصل لجميع المتابعين. طبعا رساله قيمه جدا، كيف تتقيد كمسلم في العادات والتقاليد كمسلمين بشكل عام بدون اي استثناء يا شباب. وشو احساسك في هذه التجربه، السفر في الخيمه؟ والله انا متوقع انها بتكون تجربه جميله مثريه، واهم شيء اوصي اي شخص مسلم انه يحافظ على اذكار السفر، اذكار دخول القريه، اذكار اللي هي ركوب السياره، ركوب الطائره، اذكار الصباح والمساء. هاي تحصن المسلم دائما وتخليك في حرز وفي حفظ من الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله ان نستمتع وياك في سفرتنا هاي باذن الواحد الاحد. قلنا اسم السفره يا شباب رحله
الثلج 2. في عواصف يا ابو محمد، لكن ان شاء الله نجتازهن بسعاده، اتوقع على الله والله بيسهلها ان شاء الله. الله بيسخر لنا ان شاء الله. الرساله واضحه يا شباب. كمسلم عاداتك وتقاليدك والصلاه، التقيد يعني التقيد انك ما تفرط. وهذا عشانه ما شاء الله تبارك الرحمن بالعافيه بالعافيه عزوتي بالعافيه. الله يعافيك ويبارك فيك. واجواءنا طول العمار كان وين؟ قلنا لكم في اللانش مطار زايد الدولي. دخلنا طيارة القيمة والحين نتجه إن شاء الله بودابست، ونسأل الله السلامة والتوفيق. طبعا اللي ما يعرفها طيارة القيمة معروفة، لكن للأسف المرة هذه ما اشتريت معي قيمة عشان نستمتع في أجواء الطيارات. طبعا الكراسي عشوائية، وأخوي قاعد داري الله يحفظه، وأنا قاعد هني وما حد داري، وانتظر ونشوف المفاجأة من راح يكون عدالك في الطيارة.